تسريب فيديو فاضح للفنانة أصالة على السوشيال ميديا، والفيديو ده عمل حالة من الجدل رهيبة جدا، والجمهور بدأ ينتقدها بسبب الشيء الغريب اللي عملته في الفيديو. مش بس كده، إعلامي سعودي طلع وانتقدها وهاجمها هجوم شديد جدا، لدرجة إن أحلام طلعت علشان تدافع عن زميلتها وصديقة عمرها أصالة. ايه التفاصيل وايه الشيء الغريب اللي عملته أصالة؟ كل التفاصيل هتكون معانا النهاردة بالفيديو، وكمان هيكون معانا تفاصيل عن الموضوع اللي قالب كل السوشيال ميديا، وهو ان الشمس بدل ما بتشرق من الشرق هتشرق من الغرب، ودي علامة كبيرة من علامات الساعة الكبرى. يعني ايه؟ يعني القيامة خلاص قربت تقوم. تفاصيل غريبة هتشوفوها معانا النهاردة، ولكن في البداية بدعوك للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان دايما يوصل لك كل جديد. الفنانة أصالة تم تسريب فيديو ليها وهي بتشرب بالفيب. الفيب ده هي يعني نقدر نقول سيجارة إلكترونية بتشرب بيها، وكانت بتدخن دخان شديد جدا أثناء ما كانت موجودة هي وأحلام أعضاء لجنة تحكيم في برنامج سعودي أيدل. طبعا الفيديو ده أحد الأشخاص صوره لأصالة من غير ما تاخد بالها، وتم تسريبه على السوشيال ميديا، والجمهور بدأ ينتقد الموضوع، وإن إزاي أصالة تعمل كده قصاد الجمهور وقصاد الناس اللي بيتفرجوا عليها. هو للدرجة دي وصلت بيها المرحلة إن هي ما تحترمش الجمهور ولا تحترم حتى زملائها اللي قاعدين معاها. وكمان طلع إعلامي سعودي بدأ ينتقدها، وكتب تويتة على تويتر عنده وهاجمها هجوم شديد جدا. كتب وقال: أصالة فنانة مميزة فنيا، بس مش بتحترم الجمهور ولا حتى بتحترم زملائها، بسبب إنها دخنت بالفيب على الملأ، والمفترض إنها تكون قدوة أمام الجمهور، ويبقى الأمر ده اللي هو التدخين مع نفسك بعيد عن إزعاج الآخرين. وعلى فكرة وللعلم، الفيب أضراره أكبر بكتير من السجائر العادية. طبعا بعد ما الإعلام السعودي ده كتب الكلام ده، السوشيال ميديا كلها اتقلبت، وبدأوا فعلا يتخذوا وجهة النظر دي، وإن أصالة ما كانش ينفع تعمل كده قصاد الجمهور. ده خلى أحلام صديقة الفنانة أصالة وزميلتها في نفس البرنامج عضو لجنة تحكيم تطلع وتدافع عن زميلتها أصالة ضد الإعلامي السعودي ده. كتبت برضو عندها على تويتر وقالت: تغريدة مستفزة وغير لائقة، وده ما يقللش من قدرها لأنها إنسانة عفوية وبتحترم جمهورها، وهي دخلت وراء الكواليس مش أمام الشاشة. والناس اللي بتتصيد الأخطاء وبدون احترام خصوصيتها عيب عليهم، والكل بيدخن وهي ما عملتش حاجة غلط. طبعا بعد ما أحلام كتبت كده كان لازم أصالة تطلع وترد على الموضوع. طلعت أصالة وكتبت: ألف شكر على كلامك الطيب وشعورك الغالي، وأنا بعتذر، والمفروض أو المفترض ما كنتش أشرب فيب قدام الناس، بس كان وقت التصوير طويل جدا وأخدته من صديقة موجودة وشربت منه شوية، وللأسف صوروني، فأنا بعتذر مرة كمان. وطبعا خلينا أقول لحضراتكم إن الفنان أو الفنانة أو الشخصية العامة بشكل عام اي حاجة بيعملها بتتخذ ضده او بتتخذ عليه، فلازم دايما الفنان يكون عارف وعلى دراية ان اي حاجة هتخرج منه او هيقولها هتكون محط انتقاد من الجمهور. فلازم اي حاجة يعملها يكون بيفكر قبلها مليون مرة قبل ما يتكلم او يقول بحاجة معينة، لان الجمهور دلوقتي بقى واعي وعارف ان الحاجة الغلط اللي بتتعمل لازم ننتقدها علشان ما تتكررش تاني. وخليني برضه اقول لحضراتكم ان في الموقف ده أصالة ما كانش عليها الغلط الكبير، لأن الغلط في الأساس على الشخص اللي صورها وهي بتشرب الفيب وراء الكواليس مش قصاد الكاميرا. لو كانت فعلا شربت قصاد الكاميرا فكان هيكون عليها اللوم والانتقاد الكبير، ولكن زي ما قلت لحضراتكم الشخص اللي صور هو برضو أخطأ في الموضوع. وطالما أصالة طلعت واعتذرت فأنا شايف إن الموضوع بكده يكون انتهى، ونقفل الموضوع لحد كده. ومن هنا نروح على الموضوع اللي بعده اللي قالب برضو كل السوشيال ميديا، وهو إن لب الأرض بدأ يلف عكس عقارب الساعة. طيب ده معناه ايه؟ معناه ان الشمس بدل ما بتشرق من الشرق هتشرق من الغرب، ودي علامة كبيرة من علامات الساعة الكبرى. يعني خلاص القيامة قربت تقوم. وكلام كتير من هذا القبيل انتشر على السوشيال ميديا، وتقارير صحفية وتقارير علمية بدأت تتكلم عن الموضوع ده. ولكن في اعلامي او في يعني عالم جيولوجيا طلع مع الاعلامي عمرو اديب وبدأ يتكلم على الموضوع ده، ويقول ان الموضوع عادي جدا، لان لب الارض هو صلب او مادة صلبة، وفي نفس الوقت المادة اللي حواليه مادة سائلة
فطبيعي وعادي جدا انه يلف عكس عقارب الساعة او يلف في اي اتجاه براحته، مفيش اي مشكلة، وان ده ملهوش اي علاقة بعلامات الساعة الكبرى. ولكن اللي قلب الدنيا وخلى الناس كلها تبدأ تتكلم عن الموضوع ده ويكون في حالة قلق شديدة جدا هو ان في تقارير صحفية وتقارير علمية اتكلمت عن الموضوع انه من علامات الساعة الكبرى. وفي الحقيقة خلينا اقول لحضراتكم ان في الفترة الاخيرة بدأت ظواهر تظهر في الكون بشكل غريب جدا وظواهر غريبة علينا. علشان كده بدعو حضراتكم ورسالة لأي حد بيتفرج عليا، لو انت مقصر مع ربنا ابدأ قرب، لانه حقيقي ظهور علامات زي كده بتؤكد ان القيامة خلاص قربت تقوم. وربنا يصلح حالنا وحالكم جميعا. واللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. دي كانت كل التفاصيل اللي كانت معانا النهاردة. منتظر آراء وتعليقات حضراتكم. بشكرك شكرا جزيلا، وما تنساش تضغط لايك وتشترك في القناة. سلام.